السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا صباح أو مساء الخير على حسب التوقيت اللي بتشوفوا فيه الفيديو. لو أول مرة تشوفوني ما تنسوش اللايك والاشتراك ويكملوا معايا الفيديو للآخر. ده النهاردة يوم الخميس الونيس، نهاية الأسبوع بقى، والواحد بصراحة ما بيصدق إن هو يجي. فنبدأ يومنا كده حرفيا حرفيا. احنا كنا سايبين البيت كام يوم، 3 أيام بس. رجعت طبعا. أنا عايزة أقول لكم البيت كان حرفيا بينهار، لأن قبل ما نمشي كنا تعبانين. فجيت بقى نمت وصحيت تاني يوم بدري بدري جدا، اللي هو حوالي الساعة 6. اول حاجة كده بدأت ان انا احضر فطار، وانا زي ما قلت لكم كده انا الحمد لله بقى لي فترة بحاول على قد ما اقدر ان انا اكل هيلثي يعني. مش ملتزمة في كل حاجة، ولكن طبعا الكميات دي اهم حاجة، وبين الوجبات. فالله المستعان، حطيت البيض كده يتسلق وقشرت خيار وقطعته، حطيت حته جبنه قريش وصدور رومي كده، واشتريت العيش ده. والعيش ده ما شاء الله ده عالي الالياف، في بقى بتاع شعير، في بذور شيا، في كذا نوع تقريبا. هم عاملين 5 انواع للعيش دوت. فانا عايزه اقول لكم هو حلو قوي، بس ما بيستحملش ان هو يتحط فيه سوائل، بيفتفت على طول. يعني مثلا لو هتحطوا فيه مايونيز او كاتشب او كده. فانا خدت شريحه واحده بس، قلت اكل بيها. عايزه اقول لكم ما شاء الله بيسد فتره طويله كمان. يعني مثلا ممكن اكل افضل 4 5 ساعات، مش محتاجه اكل حاجه بعد ما باكله. فاللهم لك الحمد، قلت كده بقى الحق بدري قبل الانسه خوخه ما تصحى كده وتبوظ لي يومي. فحطيت الفطار بره كده وقعدت في وش المروحه، حرفيا عارفين احنا بنسيح من الحر. اللي ساكنه في الادوار العاليه عارفه انا بقول ايه كويس، وكمان البيوت اللي هي ما جنبهاش حد انا عايزه اقول لكم والله العظيم الحيطه حرفيا بتحطوا ايدكم عليها بتتلسع. طبعا غير الرطوبه العاليه، فربنا يلطف بينا كده. وان انا حرفيا قاعده في وش المروحه مش مستحمله الحر خلاص. والله حاولت كده اسيب بيضه واعرض عليها جبنه مثلثات، مفيش فايده. عملت لها شويه بليله كده، قلت لعل وعسى تاكل. مش عارفه ايه السن الصراحه المقرف بتاع السنتين ونص اللي ما فيهوش اكل خالص ده. ما فيهوش اكل بقى لاي حاجه مهما حاولنا نغري. ما كانش عصير او شيبسي، خلاص على كده مفيش اكل. فزي ما حطيته لها زي ما شلته تاني، ما رضيتش تاكل خالص. فبصراحه مش عارفه اعمل ايه انا في السن الغريب ده. المهم كده اللهم بارك بقى، نزلت عشان اشتري شويه حاجات، لان حرفيا قبل ما امشي زي ما قلت لكم كنت تعبانه، فكنت بنهار والبيت كمان كان بينهار. فما كانش ينفع استنى عليه بصراحه اكتر من كده. انا عايزه اقول لكم طيب بصوا بقى، لا في بامبرز ولا في مسحوق ولا في اي حاجه، لدرجه ان انا فتحت كيس المسحوق ده عشان بس اشغل الغساله. وهوريكم الخلطه اللي انا بعملها للهدوم. عايزه اقول لكم اللهم بارك بتوفر، وفي نفس الوقت لا بتنظف للناس اللي هم بيشتكوا ان الغسالات ما بتنظفش قوي. فانا عايزه اقول لكم حرفيا الخلطه دي سحر. طبعا اشتريت شويه حاجات من السوبر ماركت، اضطريت طبعا ان انا اجيب بيبس ده. عارفين والله العظيم يا جدعان، الواحد من الرطوبه حرفيا هو ماشي بينزل في سوائل بس. بالمره بقى طبعا دخلت الصيدليه عشان اجيب لها دواء البرد ومحلول ملح. وجبت لها الكوبايه دي، هي دي كوبايتها القديمه، بس شايفين بقى يعني هي نفس الالوان بس العكس. عايزه اقول لكم متدمره، كسرت كل حته فيها تقريبا. فخلاص بقى كانت وصلت لحد الانهيار. فقلت خلاص بقى مش هينفع، لازم اجيب لها واحده. فعايزه اقول لكم بقى اللهم بارك، طبعا جبت شويه منظفات وجبت شويه خضار كده وشويه فاكهه. الاسعار يا جدعان غريبه غريبه والله بجد، ربنا يلطف بينا. ال- الحاجة كلها غالية. يعني عارفين انا مش متخيلة ان انا في شوية منظفات وبامبرز دافعة حوالي 1000 جنيه، اللي هو ايه يا جدعان؟ طب وبعدين هنروح فين يعني؟ المهم كده عايز اقول لكم بقى، دي الخلطة بتاعت الغسيل. انا بجيب اوكسي اللي هو ال2 كيلو. ال2 كيلو كده احفظوا بقى معايا الكميات. شايفين باهي اللي هو الكيس ب25 ده؟ انا جايبة 2 لل2 كيلو. يعني انا الكيلو بحط عليه كيس باهي ب25. بنزل كده الكيسين عليهم، وبعد كده كل كيلو بحط له كيس اوكسي اللي هو البودر وكيس فانيش. بس قلت للراجل هات لي كيس فانيش، فانا فوجئت ان هو حاطط لي كيس فانيش بتاع الابيض. فانا هحطه ليه بقى؟ خفت لا احطه في الهدوم يبوظ لي بقيه الهدوم، فقلت بلاش، اكتفي بس بكيس فانيش اللي هو الالوان ده، لحد ما انزل بقى اجيب كيس تاني. عايزه اقول لكم بقى حطيت ده كله، وحطيت معلقه بيكربونات، معلقه كبيره اللي هو معلقه اكل للكميه دي كلها. وبدات كده ان انا اقلب بايدي، لان انا مهما اقلب ما بحسش ان هو اتقلب كويس الا لما بقلب بايدي. وشايفين ده كان منظر ايدي بعد التقليب. عايزه اقول لكم اللهم بارك ريحته حلوه قوي. يعني ريحه باهي مع اوكسي حلوه قوي، وبيدي بصراحه تنظيف. طبعا ما اقدرش استغنى عن الكلوريكس الوان، بس بقى ما بحطش نفس الكميه اللي كنت بحطها قبل كده. آه
يعني حاليا دلوقتي لما بلاقي بقعة مثلا في الملاية، في هدوم خديجة، في اي حاجة، بحط عليها الكلوريكس الوان اللي هو السائل ده، وبعد كده بحطها في الغسالة على طول. المناديل دي عايزه اقول لكم عجبتني قوي، انا مش متخيله ان هي كانت ثلاثيه كده، فكانت حلوه قوي. طبعا قلت بقى هشتري فريدة اللي هو بريحة النظافة، ما لقيتوش، لقيت اللي بريحة الخوخ بس، فقلت عادي مش مشكلة. ولقيت البخور ده، عايزة اقول لكم برضو ان انا جربته. بعد ما صورت بصراحة ما حطيتلكوش، لان انا اكتفيت بس ان انا احطه معطر. بقى من ضمن المفاجآت ان انا جيت لقيت زوجي العزيز حاول يقلب بانيه يعني، فما اقولكوش بقى المطبخ كله دقيق، والسجادة خلاص كده عايزة تتشال وتترمي. وطبعا المشيه بتاعه الطرقه دي، السلايم بتاع الانسه خوخه بهدل الدنيا خالص. عايز اقول لكم انتوا عارفين، انا كنت والله العظيم بجد انتوا مش مصدقين ان البيت حرفيا منهار. طبعا شغبيط بقى وكتابه على الحيطه وعلى الكومود نفسه بقى، وصل الارض الصلصال في كل حته حرفيا ناشف، والدنيا كانت اخر بهدله، اللي هو السجاد ده مش هينفع يستنى لحظه، لا مش هينفع. والغسيل بيقع من الثبت، عارفين. والله العظيم انا فعلا كنت بقول لنفسي انا هبداها منين ولا منين. الموضوع كان صعب جدا فوق ما تتخيلوا. الريسبشن كان شكله مترتب، يعني هي كل حاجه في مكانها، ما فيش حاجه واقعه في الارض وكده. ولكن التراب اللي هو الرمله ده، انتوا شايفين هوريهولكم دلوقتي، حرفيا رمله بتدوسوا بيشوككم في الارض. فكنت محتاجه ان انا اعمل مليون حاجه، بس عارفين بقى اللي هو خلاص يا جدعان، مش قادره استوعب. طب اعمل الاوضه ونقعد جوه في التكييف واكبر دماغي من بره، ولا اعمل جوه وبعد كده ندخل جوه. فالموضوع كان متعب. فبصوا بقى، ده طبعا كان بعد ما جينا من بره، هي قلعت الكرسي بتاعه وقعدت ملهاش دعوه، هي قاعده ماسكه الحاجه اللي هي مسكت فيها، شبطت فيها تحت في السوبر ماركت وخلاص. فحرفيا انا بقيت عماله اتمشى في البيت، والله العظيم بصوا رايحه جايه مش عارفه اعمل ابدا منين. فقلت بقى انا ايه ابدا بمزاجي، لان انا حرفيا لو مزاجي اتعدل خلاص يعني البيت ان شاء الله يتعمل. كنت مش عايزه اضغط نفسي، لان انا كمان عايزه اقول لكم بقى اوضه الاطفال دي بقى اللي بتنهار. انا حرفيا من ساعه الصيف ما شد ما غيرتش الملايه، ما عملتش اي حاجه في الاوضه، هو بس بدخلها علشان خاطر التلاجة وشكرا على كده. فقلت بقى مش مشكله اعمل ايس كوفي كده. وعايزه اقول لكم بقى دي اجمد طريقه ممكن تعملوها بيه. هي اي نعم مكلفه شويه، بس انا دلوقتي علشان بقيت بشربه مثلا مره كل 10 ايام، مره كل 15 يوم كده يعني، فعادي بقى بالنسبه لي عادي. اي نعم طريقة مكلفة شوية، بس بصراحة حلوة قوي، وجودة الحاجة نفسها. بصوا بقى، انا مثلا بجيب دانيت كراميل، فخلاص هستخدم الحليب اللي هو بطعم الكراميل بس، ما شاء الله المج كبير قوي، فاضطريت ان انا اخد بتاع خوخة كده شوية حليب بالشوكولاتة وازوده. زي ما اوريكم برضو الايس كريم بالكراميل، اللي هو حاول مثلا توحدوا الطعم، هتجيبوا الدانيت بالشوكولاتة يبقى الحليب بالشوكولاتة يبقى الايس كريم بالشوكولاتة. عايزه اقول لكم اللهم بارك حلو قوي قوي. هو انا بس بعمل شويه القهوه زي ما وريتكم، وعارفين اللي هو الباكت بتاع السويتال اللي انا حاطاه السكر كده بيشتكي، اللي هو انت بتعملي ايه، حاطه ايه، وبعد كده حاطه دانيت وحليب محلى وايس كريم. فعارفين بقى اللي هو الله المستعان بقى، كان بالنسبه لي زي ما بقول لكم كده ترفيه بيحصل كل اسبوعين كل 10 ايام يعني. فالله المستعان كان حلو جدا. طبعا طلعت بره بقيت انا عماله اتفرج، عارفين اللي هو انا مبسوطه باشعه الشمس اللي هي الهاديه لسه برضو، وفي نفس الوقت اللي هو ابدا منين، عارفين اللي هو اكلك منين يا بطه، كان حرفيا هو ده حالي مع البيت كده. والله بجد بقيت قاعده قلت لا انا هستمتع، عارفين حتى القطره الاخيره، وبعد كده اشحن طاقتي وابدا. وحرفيا والله كنت خلاص هاخد قرار في دماغي ان انا هبدا بالاوضه اللي جوه، خلاص بقى ما احنا نقعد فيها من التكييف، لان الجو بمجرد خلاص ما هتيجي مثلا الساعه 1 خلاص احنا لازم ندخل جوه. فاستعنت بالله كده وشلت بقى كل حاجه تقريبا ما عدا الحاجه التقيله بس في الريسبشن. تمام. طبعا سامعين طبعا الانسه خوخ عماله تصوت لي، فعادي اللي هو انا متجاهلها كاني مش سامعه حاجه. المهم بدات كده ان انا الملم كل حاجه في الارض، وزي ما انتم شايفين يعني بصوا كميه تراب طالعه، والبلالين طبعا احنا كنا نافخينها قبل ما نمشي كلها خلاص يعني يعتبر فشت، ما فيش غير اللي هو اخر كتله دي بس. بس انتوا شايفين اصلا الجاروف كله دقيق من اللي انا قلت لكم عليه، بهدل المطبخ اخر بهدله، اللي هو كان حرفيا يا جدعان انا بنهار، اللي هو انت حتى المطبخ اللي انا سايباه نضيف انت ما خليتهوليش نضيف. بس قلت نستعين بالله وخلاص، يعني مش هقعد اندب يعني ايه اللي هيحصل، ولا كانه عمل حاجه اصلا الرجاله دول ولا على بالهم يعني. فالله المستعان. مسكت كده الريسبشن، طبعا عايز اقول لكم اللهم بارك الجردل بينجز وقت طويل قوي، برغم ان انا كنت حاسه ان هو الصيف ده مش هينفع فيه غير ان انا بقى امسك بقى ميه وادلق بقى وصابون واعيش حياتي. بس طبعا ما كنتش هقدر اعمل كده لان خديجه كمان كانت صحيت، فكان بالنسبه لي الموضوع شبه مستحيل.
المهم كده بعد ما مسحت اللهم بارك بقى حطيت المعطر ده اللي بريحه الخوخ. وانا عايزه اقول لكم انا اتفاجئت ان هو ما شاء الله الريحه بتاعته قويه قوي والثبات بتاعه برده شغال. من ضمن الحاجات الحلوه اللي هو هجربها تاني. يعني انا مثلا كنت منبهره بريحه النظافه لان هي فعلا حلوه. بس ما شاء الله برضو ريحه الخوخ طلعت حلوه قوي يعني. على عكس ما كنت متوقعه ان هو خلاص بقى مفيش حاجه في جمال ريحه النظافه. لكن اللهم بارك كان حلو قوي. المهم كده استعملت الستاره كمفرش سفره، يعني لو انتوا واخدين بالكم اعملوا نفسكم مش واخدين بالكم، بس يلا اللهم بارك يعني. فوجئت ان هي شكلها حلو قوي، فعادي احنا ممكن نستخدم الحاجه 100 استخدام. طبعا قلت بقى من ضمن الالوان الحلوه اللي هي موجوده في الريسبشن، لان طبعا مفرش السفره كان لازم يتغسل. فشلته كده بقى حطيته في الغساله. عايزه اقول لكم انا شغلت الغساله مثلا بتاع مرتين ثلاثه اليوم ده، لان كل حاجه حرفيا كنت حاسه ان هي متبهدله. لان زي ما قلت لكم انا مش عارفه هو الكسل ده من الصيف او الكسل ده عند الناس كلها، ولا انا اللي بقيت كسوله فعلا بطريقه غريبه. المهم بقى معطر الخوخ ده حطيته برده يعني في البخاخ بتاع معطر الجو ده. واللهم بارك انا فوجئت فعلا من الثبات بتاعه، ريحته حلوه قوي. ففعلا من الروائح اللي هي عملت انتعاش في البيت، فحلوه قوي جربوه يعني وعلى ضمانتي. المهم كده اللهم بارك بقى خلصت الريسبشن، وانا عايزه اقول لكم والله العظيم لا احساسي بقى مختلف. عارفين الطاقه نفسها اصلا بتاعت البيت بقت مختلفه. شغلت القران. الانسه خوخه الحمد لله سمحت لي ان انا يعني اقلب من على الحاجات اللي هي بتسمعها دي، فشغلت قران كده واديتها تليفوني. وقلت بقى ايه اقعد يعني اشغل قران كده واجدد طاقه البيت. وعايزه اقول لكم ان انا شغلت بخور بس نسيت اصور لكم خالص وانا مشغلاه، لان طبعا هي كانت بتاخد مني التليفون. فما كنتش بقى يعني عارفين اللي هو ايه، طب معلش كده هاتي كده يا خوخه اشغل يعني اصور وشويه اديها التليفون. فالله المستعان. عايز اقول لكم برضو البخور طلع ريحته حلوه قوي على عكس المتوقع. بس مثلا لو عايزين بقى الريحه تبقى حلوه قوي هتشغلوا بدل القمع الواحد مثلا هتشغلوا 2. اللهم بارك بتدي ريحه وطاقه حلوه قوي يعني. انا ما كنتش متوقعه ان هي ريحتها تبقى حلوه كده. المهم كده اللهم بارك خلصنا على خير وطفيت الاضاءه كده واكتفيت بنور الشمس ودخلت بقى على الطرق. قلت اخد الدنيا كده في وشي. عايزه اقول لكم طبعا السجاده او المشايه اللي انا فرشاها في الطرقه كانت اتدمرت. بس كان دخل وقت الغدا فكنت محتاجه طبعا اعمل غدا. فما لقيتش حاجه اخف ولا ألذ من ان انا يعني كنت سلقت اللحمه فروحت عامله بطاطس كده. والله عارفين حتى كسلت اضرب الطماطم في الخلاط اللي هو قطعتها برده شرايح مع البصل والبطاطس. فاللهم بارك عملت شويه رز بشعريه كده وحطيت شويه مخلل كان اللهم بارك. الاكل كان زي السكر. انا عايزه اقول لكم ان انا عامله البطاطس دي زيرو دهون، يعني ما حطيتش اي دهون خالص. انا قطعت البطاطس والبصل والطماطم وحطيت اللحمه المسلوقه وشكرا على كده، ما حطيتش دهون خالص. والرز كنت عاملاه بحته زبده صغيره خالص. الحمد لله كده حطينا في الغدا. واللهم بارك. يعني انا عايزه اقول لكم ان هو الرز انا ما اكلتش ربع الطبق، اللي هو كنت مكتفيه جدا باللي انا اكلته. واللهم بارك بقول لكم هو حته زبده صغيره خالص، ولو في سمنه بلدي يا ريت. بس عارفين بقى اللي هو ايه بيفرق، مثلا حاطه نص المعلقه ولا حاطه معلقه ولا حاطه معلقتين، الكميه هي اللي بتفرق، هي دي الفيصل. فحاولوا على قد ما تقدروا عشان صحتكم والله بجد. يعني انا عايزه اقول لكم ان انا مثلا الفتره الاخيره قبل ما ابدا اظبط اكلي انا حرفيا كنت بطلع السلم بنهار خلاص مش قادره. فاللهم بارك كده حطيت في الصينيه دي. عايزه اقول لكم الصينيه دي برضو جميله قوي، يعني شايفين ما شاء الله هي واخده طقم العشاء ده كله. فاللهم بارك خطيره، بحط عليها الاكل وبصفي عليها المواعين، بتعمل لي كل حاجه تقريبا. فاللهم بارك. عايزه اقول لكم بقى ده المنظر اللي هو يشرح القلب. على طول رحت غسله الطبقين ودي الحله اللي كان فيها الشوربه. اللهم بارك غسلتهم كده ودخلت بقى على غرفه النوم، لان حرفيا كانت غرفة النوم زي ما وريتها لكم كانت منهارة. المهم غيرت ملايات السرير كده وحاولت ان انا اعمل ماتشنج بين السرير بتاعنا والسرير بتاع الانسة خديجة. طبقت الغسيل. وبصراحة انا عايزه اقول لكم ان انا دخلت الاوضه ان انا خلاص انا ما كانش عندي حل تاني، كان خلاص بقى عارفين اللي هو الجو كان نار نار. ربنا فعلا يجرنا من النار ومن عذابها. شغلت التكييف بقى. واللهم بارك برضو شلت السجادة، لان السجادة الشاج هي نفس المشاية بتاعة الطرقة. فكان لازم ان انا يعني اشيلهم عشان خلاص اوديهم بقى دراي كلين، مش هينفع يتغسلوا بقى غير ان هم يتغسلوا في الايام الحر دي. بديك كل حاجه مسحه كده خفيفه لان حرفيا بقى ما كنتش قادره. يعني غسلت يعني سوري مسحت
الخشب والازاز، روقت عليهم كده وفرشت الكفر دوت. وعايزه اقول لكم اللهم بارك بقى، كان خلاص التكييف يعني قسما بالله نعمه نعمه، ربنا يا رب يرزق الناس كلها، لان حرفيا والله العظيم الناس بتنهار. انا عايزه اقول لكم اليوم اللي كان قبل ده كنت لسه جايه، حرفيا المواصلات صعبه جدا، الطريق صعب جدا، فكان الله في عون اي حد يعني بيشتغل في الشارع او قاعد في الشارع. وما تنسوش في الايام دي يعني الصدقات اللي هي ازازه ميه، علبه عصير، ممكن تبقى فوق احتياجك وانت بتشتري لنفسك في الشارع، ممكن تشتري تديها مثلا للبياعين اللي بيبيعوا خضار او بيبيعوا مثلا تين شوكي او عمال النظافه. حرفيا ليكم طبعا ثواب، انتوا بترووا ظما الناس في الحر. فما تنسوش الصدقات اللي هي يعتبر بالنسبه لكم بسيطه، لكن والله العظيم هي فعلا ان شاء الله اجرها وثوابها كبير قوي. المهم كده اللهم بارك، ما كانش فاضل بقى غير المطبخ، انا خليته اخر حاجه يعني، برغم ان انا كنت غسل المواعين ومظبطه كل حاجه، بس بقى قلت علشان خاطر السجاده هشيلها. واحنا عايزه اقول لكم بقى الميه بتقطع اصلا معظم الوقت، فقلت مش مشكله السجاده دي انا كنت غسلاها فشلتها، وقلت اخلي السجاده التانية بس بمجرد ما الميه تيجي اغسلها على طول. طبعا خلصت المطبخ كده واللهم بارك، عارفين والله العظيم شعور بالانجاز والراحه يعني رهيب. هقول لكم ايه، النظافه من الايمان. حرفيا الواحد يعني ربنا يدي الصحه والعافيه والله العظيم يا رب، وما يقطعهاش عاده. إيه، النظافه هي روح البيت. اما تدخلوا بيت نظيف ومترتب، بيت كنتوا نفس يعني البيت بتاعكم كنتوا نفس، مش تدخلوا عند حد، انتوا الاحساس بيبقى مختلف مهما كان. يعني والله العظيم مهما كنت تعبانه، ما في حاجه بتبسطني ولا بتعدل مزاجي غير ان انا كده اشوف البيت نظيف كده، ريحته حلوه، بنت نظيفه، عارفين انتوا الاجواء نفسها. عايز اقول لكم بقى المشايه اللي انا كنت بفرشها في اوضه النوم دي فرشتها في الطرقه، قلت يعني ايه بجملة. انا عايز اقول لكم بقى الحمام هو اللي كان يعني خلاص بينهار، بس ما كنتش هقدر اعمل فيه اي حاجه الا لما الميه تيجي. عايز اقول لكم صعب قوي قطع الميه ده في الحر، بس ربنا بقى ينجينا. المهم كده غسلت فاكهه وقعدت في التكييف، وعايزه اقول لكم كده روتين اليوم خلص. اشوفكم ان شاء الله باذن الله في فيديو جديد وروتين جديد. دمتم في رعايه الله، مع السلامه.